السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الحاج خالد الفخراني، ما شاء الله الناس المحترمة الجميلة، يعني هم اللي بينزلوا لي النهاردة الفخار. أنا عندي كمية حمام لاحم في ابن بيتك، يعني ما شاء الله، فهم طالعين في السطوع، يعني الله يبارك في عمره. هو يعني منزل الفخار، وإن شاء الله منزل كمان عمال بيشيلوا يبنوا فوق، تبارك الله. وهنشوف الحاج خالد النهارده، الراجل المحترم تبارك الله. والله مش عشان انا بعمل فيديو، لا، ده انا لسه كنت بقول له جوه انت من الناس المحترمه تبارك الله. كلمه واحده والفعل طيب، والحاجه اللي بيقول عليها بيعملها، فربنا يجازيه طبعا كل خير. نور اكتوبر كلها، هو في كل المحافظات. اللي عايز من الحاج خالد الفخراني اي حاجه في اي حته لبنى اعشاش الحمام. وايه تاني؟ احنا الحمد لله نبدا بنعمل ابراج حمام وعنابر حمام بالفخار، شغالين في كل محافظات مصر. النهارده الحاجه ام احمد اتصلت بينا وقالت لنا محتاجه فخار، احنا في 6 اكتوبر حاليا. قلت لها حاضر، اتفقنا وجبنا الفخاره. يا عم اهي، انا معايا واحده ثانيه اهي ما شاء الله. لا الحجم كبير طبعا. هنزيد ايه الفخاره اهي. ايوه بسم الله ما شاء الله. هنزيد الكلام شارح نفسه، والكلام باين، والناس اللي بتتابع، والناس محدش النهارده بقى ما عندوش درايه، لا الناس بحالها كلها حلوه. الناس النهارده بقت تنجد وبتعرف الحاجه الحلوه من الحاجه الوحشه. ديت انا كنت ساند بيها الرص، عشان ده هي مش دي، مش لا احنا بناخد بالعدد. ايوه لا دي صغيره كمان، مش زي الحجم بس انا كنت بسند بيها عشان ده. ايه؟ واحد من الناس الحلوه المحترمه اللي هتتابعنا هيقول لي انت حاطط فخاره مكسوره. لا ده مش من دي فخاره برج، ودي فخاره عنبر. ايوه الحمد لله. جينا جايبين طينه وجايبين الترابه وجايبين الفخار، وهنعمل اوضه مصغره وحلوه خالص عند الحاجه ام احمد اللي هي وهنصورها بالحمام، وهنصورها بالزغاليل كمان، وهندعي للحاج خالد الفخراني باذن الله. تبارك انا الله. مش هنقول اكتر من كده. الحاجه قالت كل الكلام، ربنا يبارك لها ويطعمها خير. امين. وتكون بدايه خير ان شاء الله، ونواه خير هنا في المكان ده. اللي انا هنقوله. تليفوني مكتوب على الشاشه 010 6910 4196. شاكر للمتابعه، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايزه بس اكمل ان انا طلبت كلفه من الحاج خالد، وقال لي وراني كلفه جميله قوي، نزلها على الشاشه دلوقتي ان احنا برضو نعملها. وحتى العلاجات بتاعت الحمام برضو يطلب معاها. الحاج بيقول لي ان الفخار اللي نازل ده قلت ايه يا حاج؟ نعم. الفخار ده معمول متعقم، فبقول له ايه ده؟ معقوله متطهر ومتعقم؟ يعني انا قلت له احنا نحط ايه فيها؟ ولا حاجه خالص. قال لي ما يحطش حاجه خالص ولا اي حاجه. ده انا كنت هحضر بقى اعشاب وبتاع ورمل. الله اكبر. نحاس يا حاج. ما شاء الله. بص من جوه يا جماعه، ما شاء الله طهره. الفخاره تحس انها نحط فيها سمنه بلدي، حاجه اسوان للطينه الحلو. مش هنقول مسميات، لا هنقول اسوان لي بقى، ولا طينه ولا طعميه نيل. اهي بنطلعها بره لبلاد بره، بنصدرها لكل دول العالم من جودتها وفخامتها، وبننافس كل الموجودين على الساحه، وعاملين شغل محترم. فضل من ربنا علينا، لا اكتر ولا اقل. مش شطاره مننا، هو فضل من ربنا. لا، وانسان محترم خلوق، يعني تبارك الله. يعني هي شهاده للحاج خالد الفخراني. الحاجه زي ما قلنا، زي ما نزلت وازيد كمان. معاكم هناء عبد الستار، قناه تربيطات القران لتثبيت القران، ومعانا الحاج خالد الفخراني. في فيديو تاني بعد التركيب ان شاء الله، والحاج وهو بيصنع الفخار.